عالم الحلويات مليان باختراعات كتير قوي. مع ان ممكن تتشابه بعض المقادير في حالة ما، الا ان ممكن اختلافات بسيطة في بعض الحلويات تدينا طعم مختلف تماما. في الفيديو ده هنعمل حلا تركي شبيه لمكونات المهلبية الأصلية لكنه مختلف. الحلا ده اسمه لقمة الباشا، في منها أبيض سادة ومنها اللي بالشوكليت اللي احنا هنعمله النهاردة. مقاديره بسيطة، أظن إنها موجودة في كل بيوتنا. هحتاج لنص معلقة صغيرة كده من الملح، معلقة صغيرة من قهوة سريعة الذوبان، معلقة كبيرة من الفانيليا السائلة، معلقة كبيرة من الزبدة، نص كوباية من الكاكاو الخام أو الكاكاو الغير المحلى، كوباية من الدقيق، لتر من الحليب، وكوباية من السكر. دي كده كل المقادير اللي هنستعملها في الحلا. هنجيب حلة أو أي حاجة واسعة عندنا، وهبدأ ان انا انزل بالحليب. ولازم الحليب يكون بارد، مش عايزينه يكون دافي او سخن، لان احنا هنضيف عليه الدقيق او يعني اي حليب يكون دافي وهنضيف عليه اي مكونات جافة هتكتل معانا. فضروري جدا يكون الحليب بارد معانا، ما يكونش دافي. هبدأ ان انا انزل عليه بالسكر، يعني هنزل بكل المكونات اللي معايا ما عدا الزبدة. الزبدة هنا ممكن نستبدلها بسمنة بلدي، يعني هي الإضافة دي بس هتدي طعم حلو كده وهتدي لمعة للخليط. فاحنا ممكن نستبدلها بسمنة بلدي أو زبدة بلدي. أنا هنا استعملت زبدة بلدي، نقدر نستبدلها بقى بسمنة بلدي أو علبة كده من القشطة. هبدأ ان انا ادوب بقى المكونات دي كلها كده الاول على البارد، لان انا مش عايزة يكون في اي تكتلات. بعد ما اتأكد ان مفيش اي تكتلات وان كل حاجة دابت تماما، هرفع بقى الحلة بتاعتي على البوتاجاز على نار هادية، يعني مش هادية قوي، وسط كده، علشان الدقيق يعني ما يركنش معانا في قعر الحلة ويشيط. فناخد بالنا من الحركة دي قوي. ونبدأ برضو ان احنا واحنا طول ما احنا رافعين الحلة على النار، نبدأ ان احنا نقلب بالويسك. ولما تبتدي تعمل معانا بابلز كده وفقاعات، هنبدأ ان احنا نطفي النار عليها ونضيف قطعة الزبدة او السمنة او المتوافر عندنا. هنجيب بقى صينية بالمقاس اللي احنا عايزينه. انا معايا هنا الصينية هنا ناشفة جدا، ما فيهاش اي حاجة. هبدأ ان انا اضيف عليها كوباية كده من جوز الهند. هوزعها بطريقة متساوية، بحيث ان يعني تكون الصينية كلها متغطية بجوز الهند. تمام. الحركة دي مفروض ان احنا نعملها قبل ما نرفع الخليط اللي احنا عملناه على النار، يعني نكون مجهزين الصينية قبل ما نبتدي نعمل الخليط. وانا بالفعل كنت مجهزاها، بس انا التصوير دمجته يعني علشان يبقى شكله لطيف يعني في التصوير، لكن اصلا انا مجهزة الصينية قبل ما ابتدي في الخليط ان انا ارفعه على النار. بعد كده هبدأ ان انا اصب الخليط واوزعه بطريقة متساوية. ويعني وانا بوزعه هوزعه بالراحة جدا، علشان يعني بوزعهوش بعافية كده، علشان وانا لو وزعته بعافية هبدأ ان انا اسحب معايا جوز الهند. فانا عايزة اوزعه بالراحة قوي، بحيث ان طبقة جوز الهند يعني ما تتسحبش معايا في الخليط، فتكون متوزعة كويس جدا معايا وانا بسحب الخليط، يعني ما يبقاش في جزء فيه جوز هند وجزء لأ. تمام. بعد ما اسويها كده بسكليبر او بسباتيولا، هبدأ ان انا اسيبها حوالي 10 دقايق كده تهدى خالص. بعد كده هدخلها التلاجة، تاخد معايا بالظبط كده نص ساعة في التلاجة، مش اقل من نص ساعة. في الوقت اللي هي في التلاجة هبدأ ان انا اضرب كريم شانتيه او اجهز الكريم شانتيه بتاعي. انا هنا استعملت ظرفين من كريم شانتيه، او حوالي بمقدار يعني مثلا كوباية من كريم شانتيه، وضفت عليها حوالي كوباية الا ربع من الحليب المتلج. وبدأت ان انا اخفقهم كويس جدا. انا مش عايزة الكريم شانتيه يكون سايح، انا عايزاه متماسك جدا، مش عايزاه مميمي. ليه بقى مش عايزاه مميمي؟ لان هو لو سايح ومش متماسك، يعني مش تقيل، هنبدأ بعد كده لما نيجي نلف الرول هيبدأ ان هو يبظ كده من الجناب. فانا عايزة الكريم شانتيه يكون تقيل على قد ما نقدر نخليه قوامه سميك. هبدأ ان انا بسكليبر كده اوزع بقى الكريم شانتيه بالشكل اللي انتوا شايفينه ده كده.
وطبعا في الوقت ده انا مش هدخلها التلاجة تاني خلاص. يعني احلى حاجة في الحالة ده ان هو بالكتير قوي بياخد نص ساعة، يعني ما بيقعدش بقى ساعتين 3 4 زي بعض الحاجات اللي احنا بنعملها. بعد ما اوزع بقى الخليط هبدأ ان انا اجيب سكينة واقطع الحالة ده بالطريقة بالطول كده وبالعرض، يعني حسب سمك الحلق اللي انتوا عايزينه تقدروا تقطعوا الحجم اللي انتوا عايزينه بالظبط. يعني عايزينه عريض عن كده تقدروا تعرضوها، عايزينه ارفع من كده تمام. بس بصراحة الحجم اللي انا قطعته ده كان يدوب هو حلو قوي كده، يعني شكله لطيف قوي بالحجم ده. هنجيب بقى سباتيولا كده وابدا ان انا اشيل من الطرف من اول الصينيه، وابدا ان انا الف واحده واحده. ولو حسينا انها محتاجه مننا جوز هند نرش ونلف ونلف. انا نسيت خالص اصور لاني اتلهيت وانا بلفها، لان كان الموضوع صعب شويه وانا بلفها، فنسيت خالص اصور لكم وانا بلفها ازاي. بدات ان انا الف بقى الرولات كلها واحطها بقى في طبق وازينها. انا زينتها هنا بشويه كده من كريم شانتيه، وحطيت عليها قطعه كده من الكرز، وحطيت برضو شويه مكسرات من فوق. طبعا الاضافات اللي احنا بنضيفها في الاخر دي حاجه ترجع لكم انتوا. بجد طعمها حلو قوي، بس انا كاسماء ما بحبش الحاجه التقيله. هي تقيله، هو الحلا ده تقيل للناس اللي هي ليها مزاج للحاجات اللي هي يعني غنيه قوي، تقدر تعملها هتعجبها قوي. بس بالنسبه لي انا كاسماء كان تقيل قوي عليا. بس بصراحه كل اللي في البيت عجبهم جدا. جربوا الحلا ده هيعجبكم قوي، وصحه وهنا مقدما لكل اللي هيجربها. وباي باي.